هل طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الرئيس السابق أن يرحل؟ هي برضو انت خرج من المجلس؟ بص يا استاذ ابراهيم دلوقتي انا عايز يعني ايه، ولو فهم من الرسائل الثلاثة دي انه لازم يرحل. احنا بنقول دايما ان سياسة القوات المسلحة ودي جزء من تحضرها، جزء من تحضرها انها تحترم الشرعية ولا تنقلب على النظام، وإلا كان يعني كل يوم الصبح وزير الدفاع يقوم مثلا ما يعجبوش رئيس جمهورية ينقلب عليه. جزء من تحضر هذا البلد أنها يعني لا تنقلب على شرعية. احنا لو كنا طلاب سلطة وكنا راغبين في سلطة، حضرتك تفتكر من 28 يناير لغاية 11 فبراير كان يسعد الشعب المصري كله ان احنا نطلع ونخلص باسلوب عسكري، وكان الامور هتختلف وكنا هنحكم وندير البلاد بالاسلوب العسكري لغايه ما ننقلها برضه الى الديمقراطيه. انما احنا من ثوابتنا اللي كررناها كتير لا ننقلب على السلطه حتى لو كانت السلطه دي فقدت شرعيتها. احنا ما وقفناش مع السلطه اللي فقدت شرعيتها، انما ما انقلبناش.